السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل طاجن كفتة بالخضار تشبه المسقعة شوية. يا رب تعجبكم إن شاء الله، طعمها حلو قوي وطريقتها سهلة جدا. هنجهز الخضار بقى ايه الكمية اللي انت عايزاها: كوسة، وبتنجان رومي وبطاطس وفلفل ألوان وفلفل حامي وفلفل رومي طبعا. هنقطعهم طبعا الكوسة والبطاطس والبتنجان مكعبات، والفلفل كله بأنواعه هنقطعه شرايح. بس انا سبت الفلفل الحامي يدي طعم، بس مرضتش اخرطه عشان ما يبقاش مشطشطة قوي يعني. هنقليها نص قلية، يعني تبقى لونها ذهبي ما تحمرش خالص عشان ما تتهريش لما نيجي نحطها طبعا في الطاجن. وانت في الوقت ده وانت بتحمري، هتعملي ايه؟ هتكوني مسبكة حوالي نص كيلو طماطم. سبكيه كويس جدا عشان بعد كده تنزلي عليها بكوباية مية مغلية ونحتاجها بقى للايه، للخضار يعني. والكوسة برضو هكذا لونها ذهبي وشيلتها برضو. والبتنجان برضو الرومي برضو عملت كده برضو، حمرته وشيلته برضو يبقى لونه ذهبي كده. طبعا الخضار ده كله اتحط في مصفى، هو يعني ما شربش زيت خالص بصراحة، بس هتاخدي نتيجة هايلة قوي وطعم رائع بصراحة. خلاص كده، خلاص قليناها نص تقلية، نص قلية. فحوالي يعني ما خدتش زيت كتير، يعني كوباية زيت، وشلت كمان بقى من الزيت واستعملت في نفس الزيت 4 فصوص توم مفرومين. قلبتهم عليهم نص معلقة سكر، وبعد كده هنزل بقى بالايه، بالفلفل الالوان اللي هو متقطع، والرومي والالوان والحامي زي ما انتوا شايفين. انا حاطه فلفل كتير لان يعني هتاكلوها تاني يوم مسقعه اذا اتبقى حاجه يعني مع الرز اذا اتبقى. بس انا عارفه انها هتعجبكم قوي. اديتها تشويحه قد ايه؟ هم 3 دقايق بالظبط، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه هريسه، اللي احنا عاملينها على القناة، مش يعني خلصت او ما عملتهاش. معلقة فلفل رومي احمر مفروم. وبعد كده نزلت بالبطاطس والكوسة والبتنجان اللي احنا قليناه، اديتهم تقليبة حوالي دقيقة، بس دقيقة واحدة مش اكتر من كده. وملح وفلفل اسود بس، ورشة كزبرة بسيطة قوي، يعني نص معلقة كزبرة ناعمة. طبعا الطماطم كانت اتسبكت، نزلت عليها بكوباية مية سخنة مغلية، وبعد كده هنزل على الخضار بقى. طبعا ملح وفلفل. انا ما حطيت لهاش عطارة كتير يا جماعة، زي ما انا قلت لكم كده، ملح وفلفل ونص معلقة كزبرة صغيرة، كزبرة ناعمة، وقلبتها حوالي دقيقة واحدة بس. خلاص على كده. والطماط مية، النص كيلو طماطم هو المتسبك وعليه كوباية مية سخنة، بس كده. خلاص كده خلصت، خلاص كده الخضار. هنعمل بقى الكفتة اللي هنحطها على وش الخضار ده. حطيتها في الطاجن زي ما انتوا شايفين. خلاص كده خلاص. انا بس كنت بوزعها مش اكتر يعني. على فكرة الأكلة دي ما يعني ما مش هتوفرها كتير خالص يعني. هنا بقى الكفتة المفروم، لو ربع كيلو مفروم براحتك، أنا عاملة نص كيلو مفروم. عليه بصلاية كبيرة مفرومة، عليها قطعة ليا مفرومة، ملح وفلفل أسود، ومعلقة نشا ومعلقتين دقيق. عايزة تستغني عن النشا والدقيق وتستكفي بس بالبصلاية وقطعة الليا والملح وفلفل، مفيش مشكلة. وبعد كده هنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنعملهم بقى. عايزة تعمليهم كور براحتك، تعمليها صوابع كبيرة براحتك، متوسطة براحتك. بس انا عملت يعني صوابع صغيرة كده، علشان يعني الطاجن ده اصلا هياخد معاكم نص ساعة في الفرن، في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. وابقي شغلي الفرن اول ما تبتدي في الكفتة، عشان يبقى الفرن حامي، صباع الكفتة يحمر على طول يعني معاكي، ياخد لون حلو كده معاكي لما تيجي تطلعيها. ولا هتبلي ايدك بميه ولا بزيت ولا باي حاجه، صبايه على طول كده تبقى زي الفل معاكي. الطاجن ده كف 5 افراد واتبقى كمان منه. بس كده هنحطها بقى في الفرن نص ساعه في الرف اللي في النص زي ما اتفقنا.
طبعا انا عملت معاها رز بشعريه. انت عايزه تعملي معاها مكرونه ورز ابيض، بس هو يمشي معاها رز بشعريه افضل. انا واثقه ان انتوا هتاكلوا البتنجان والكوسه قبل البطاطس كمان، والفلفل كمان على الرز. بس جربوا بس، وما تنسوش تدوني رايكم في الكومنتات. كده خلاص بقى طلعتها من الطاجن، في الطاجن من الفرن بعد نص ساعه بالظبط. شكلها كان جميل قوي، وكان طعمها اجمل اجمل اجمل. يا ريتكم تجربوها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.